بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية بالكراميل وبالشوكولاتة، ما شاء الله عليها طالعة جميلة قوي قوي قوي. يا ريت تجربيها، ما بتاخدش وقت ولا مجهود وطعمها رائع. تنفع في الصيف وتنفع في الشتاء والأولاد بيحبوها قوي. زي ما احنا شايفين كده الكاسة طعم شكلها حلو وطعمها حلو. احنا بنحب ندلع الشكل واللون والطعم، أهم حاجة الطعم، بس احنا بنحب ايه برضو الشكل بيكون حلو. ولما الولاد في حاجة مش بيحبوها بنحب ندلع الحاجة دي عشان خاطر تفتح نفسهم، ولو حاجة مفيدة بنحب برضو نعملها لهم. زي ما احنا شايفين الشكل رائع جدا 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 والله، والطعم رائع برضو. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض تحليه جميله قوي. انا عندي هنا 2 كيلو لبن بقري، معلش هو بيبقى مصفر كده، هو اللبن البقري بيبقى الوش بتاعه بيكون اصفر. دول 2 كيلو ب 35 جنيه، 8 كيلو من اللبن الجمسي. ما شاء الله يعملوا معاكي كميه كبيره قوي. معايا هنا نشا، انا حاطه دي نشا على شويه من الميه. نشا اهين لسه هدوبها. عندي هنا في الطاسه على النار هحط فيها كوبايه سكر، لاني هعمل المهلبيه مكرمله. هعمل مهلبيه مكرمله. انا هنا موطيه العين، بس كل شويه هحرك الطاسه. ومجهزه معايا النشا على كوبايه من الميه، نص كوبايه من الميه، مش كوبايه قوي يعني، بس هي النشا لسه مش دوبتها. عندي اللبن هنا هسيبه يغلي شويه، هو لسه ما فرش معايا اهون. هسيبه يغلي، وهنشوف مع بعض في اقل من 5 دقايق هنكون عاملين احلى مهلبيه بالكراميل. معايا الكراميل انا قلبته من الجوانب عشان مش يتحرق من الجوانب. دخلت الجوانب كده جوه، وعندي اللبن لسه بيغلي. السكر ما شاء الله داب معايا خالص اهون، وخد لون كويس قوي. او على فكره ممكن تعمليه في الاول خالص قبل ما تحط اللبن، بس انا حبيت اعمله كده علشان انا هشيل شويه من اللبن، هعمله بالشوكولاته. هعمل يعني ايه طبقتين، واحده بالكراميل وواحده بالشوكولاته. حبيت ان انا اعمله في الطاسه لوحده، لكن انت ممكن لو انت هتعمليه بالكراميل بس، فانت ممكن تعمليه في الحله اللي انت هتعملي فيها المهلبيه الاول كده، وبعدين تنزلي عليه باللبن، مفيش اي مشكله. على فكرة أنا عملت المهلبية بالكراميل قبل كده وطلعت ما شاء الله جميلة جدا جدا، بس مش صورتها بصراحة. قلت أعملها معاكم على القناة. على فكرة يا جماعة والله أنا مش بتكلم كتير ومش بحب الكلام الكتير. أنا فاتحة القناة دي، واحدة وزميلتي فاتحة لي بصراحة يعني، ولسه ما عرفتش الخطوات الباقية. فأنا بصراحة يعني سايباها لبنتي، يعني لا قدر الله لو أنا تعبت ولا لا قدر الله جرالي حاجة، فقلت لبنتي انا سايبه لك كنز معاكي تعرفي تتعلمي منه كل حاجه عندي، حتى لو انا مش القناه اشتغلت معايا فانا سايباها لبنتي. قلت لها تتعلمي منها كل حاجه. افترضنا انا ما كنتش معاها او كده، فهي بقى كل ما تعوز تعمل حاجه هتبص على القناه وتبص على الفيديو اللي هي عايزاه وتتابع الخطوات وتعمل الحاجه دي. عندي هنا اللبن فار معايا، وانا هنزل بالكراميل في الحله. هنزله كله في الحله وهفضل اقلبه، بس هشيل حوالي كوبايتين من اللبن عشان اعمله بالشوكولاته. ومعايا هنا انا شلت الكوبايتين اللي انا قلت عليهم، حوالي كوبايتين كده. واللبن هنا برضو هنزل فيه الكراميل زي ما احنا شايفين كده، هنزله بالراحه خالص زي ما احنا شايفين كده. هنزل الكراميل، هنزله في الحله عشان انا ركنته شويه فاتجمد معايا عبال ما حطيت التليفون على الحامل. فانا هنزل فيه المهلبيه. طبعا احنا ما يصعبش علينا حاجه، هو اتجمد شويه مفيش اي مشكله. هنزل اللبن هنا وهقلبه شويه على درجه حراره هاديه. معايا اللي بالكراميل ما شاء الله لونها اتغير معايا اهو. لونها عامل زي اللون الكاكاوي. اما هنا عملنا شلنا كوبايتين من اللبن هنعملهم بالشوكولاته. هفضل ادوب في معلقه الكاكاو زي ما احنا شايفين كده. لو انت عايزه تعززي الطعم حطي كيس كوفي ميكس
مش عايزه خلاص. وجهزنا هنا الاطباق اللي هنغرف فيها، ومعايا طبعا النشا انا لسه ما حطيتهاش. عايزه برضو تعززي الطعم تاني حطي فانيليا، بس فانيليا ما يكونش ليها ريحه نفاذه قوي عشان هتغير طعم الايه التحليه بتاعه المهلبيه. هفضل ادوب في الكاكاو. احنا شايفين الكاكاو عندي فيه كتل صغيره اهي، هفضل ادوب فيه لغايه ما يكون ملمسه ناعم كده، ما فيهوش اي تكتلات زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده هنزل بالنشا وافضل اقلب كويس قوي وبسرعه. انا سبت حبه من الكاكاو. لو عايزه تعززي برضو الطعم بتاع الكوبايتين بتوع الكاكاو، حطي مكعب شوكولاته ساده. هفضل اقلب. شوفوا بتتقل معايا ازاي، قوامها كريمي ازاي ما شاء الله. هفضل اقلب كويس قوي. باقي النشا هحطه على اللي بالشوكولاته او بالكاكاو زي ما احنا متفقين، وافضل اقلب باستمرار لغايه برضو ما تتقل معايا زي اللي احنا عملناها التانية دي. ما شاء الله كريمي خالص اهي. انا لسه مشغله النار عليها على نار هاديه زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين برضو هفضل اقلب فيها لما تبقى كريمي زي التانية. بعد كده هغرفه في الاطباق زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله قوامه حلو قوي. بسم الله. حسب بقى ما انت عايزه تحطي طبقه وبعدين طبقه بني حطي، عايزه تحطي الطبقه البني تحت حطي، مفيش مشكله حسب ما انت بتحبي ولادك بيحبوا. فانا هغرف الاطباق هنا واوريها لكم بعد ما اغرفها، عشان انا ماسكه التليفون بس بايد، معلش سوري. هنغرف كده. شايفين القوام عامل ازاي. عايزه تحطي مع المهلبيه معلقه من كريم شانتيه حطي، لكن والله هي ما محتاجه، طعمها حلو قوي قوي قوي. خلصنا الطباق كلها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. التزويق بقى على حسب ما انت عايزه تحطي زبيب حطي، عايزه تحطي جوز هند حطي، عايزه تحطي شيبسي حطي، فرماسيل حطي، حسب ما انت عاوزه. طبعا احنا خلصنا الكميه كلها هي. يا ريت لو وصلنا لغايه هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. طبعا دي انا عملتها حطيت الكراميل تحت والشوكولاته في الطبقه الثانيه، وعملت هنا دول ساده. عملت دي طبقه تحت بالشوكولاته. طبعا كلهم الباقيين على حسب بقى ما اللي بيحب، اللي عايز ساده ياخد، اللي عايز بالشوكولاته ياخد. برضو عملت ده زي ما احنا شايفين كده برضو بالشوكولاته، وعملت هنا ساده فوق. هنزوقهم بقى مع بعض. التزويق ده حسب راحتك انتي. انا عندي هنا شوكولاته من رفيعه وعندي شوكولاته من الكبيره، حسب بقى ما انتي عاوزه وحسب ما انتي بتحبي وحسب ما الاطفال بيحبوا. ما شاء الله عملنا كميه كبيره غير اللي الاطفال خدوه. يا ريت تعملوا لي لايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعايزين بقى ندلع المهلبية بتاعتنا، عملناها بالكراميل وعملناها بالشوكولاتة. وشكرا. زي ما انتم شايفين كده ممكن نحط واحدة هنا كده مثلا، ممكن تحطي من صغيرة على حسب ما انتم عايزة اطول عليكم الفيديو. زي ما انتم شايفين كده ممكن تحطي من صغير، ممكن تحطي ملون على حسب ما انت عاوزه. انا ولادي بيفضلوا الشوكولاته البني زي ما احنا شايفين كده. طعمها حلو قوي قوي قوي. الكراميل على فكره ظاهر فيها ما شاء الله. يا ريت تجربوها. وما خدتش 5 دقايق. حطينا الكراميل لوحده، ممكن تعمليه مع في الحله اللي انت هتغلي فيها اللبن، ممكن تعمليه لوحده على حسب ما انت عاوزه. كل الحكايه دي ما خدتش اقل من 10 دقايق.
طبعا الولاد مش صابرين، برضو في 2 يتشالوا من هنا. انا عندي من الشوكولاته دي بيضه، بس انا بحب اللون البني، بحب الشوكولاته دي والولاد بيحبوها قوي. فالتشكيل ده التزويق ده حسب بقى انتي ما انتي عاوزه. كل واحد بيحط اللي هو بيحبه. دلعي كل اكلاتك وحلوياتك ودلعي كل حاجه عندك.